إنه لشرف عظيم لي وكلي فخر واعتزاز أن من الله علينا بالتواجد في مدينة العيون الجميلة إحياء لمهرجانكم مهرجان العيون لتنمية الثقافة والتراث في نسخته الثانية تحت الشعار ثانوية العيون في ذاكرة خريجيها. أيها الجمع الكريم، لقد استظهرنا من خلال مهرجان العيون لتنمية الثقافة والتراث النسخة الأولى جانباً مهماً من ثقافة وتراث المدينة، ونسعى من خلال نسخته الثانية إلى إماطة اللثام رغم محدودية الوسائل وقصر الفترة الزمنية على تأسيس المهرجان عن أبعاده التنموية المادية المحسوسة واللا مادية بفضل العزيمة الصلبة والقوية، مساهمة منا في تنمية المنطقة على نحو من البناء والتضامن والتشارك الخلاق والعمل الهادف، انطلاقا من غيرتنا الوطنية الصادقة وإحساسنا العميق بالانتماء. أيها الضيوف الأعزاء، إن مهرجان العيون لتنمية الثقافة والتراث ومن منطلق الاحتفاء بإرث المدينة الغني والمتنوع يهدف إلى تنمية الجهود المتعلقة بالثقافة والتراث الوطنيين عموماً وتراث وثقافة الحوض الغربي تحديداً، سعياً منه إلى تعزيز أساليب حمايته ورفع مستوى الوعي والاهتمام به. أيها الحضور الكريم، إن مهرجان العيون لتنمية الثقافة والتراث في نسخته الثانية موجود في قلب الاستراتيجية التنموية الشاملة للوطن، وليس ترفاً ولا تسلية كما يتصور البعض، ذلك أن الهدف والغاية من السياسة العمومية في نماذجها واستراتيجياتها وحتى آليات وضعها وتصميمها وتنفيذها هو الإنسان، فالإنسان في قلب التنمية، والمهرجانات رافعة في تلك التنمية، فتنمية الإنسان جسماً وعقلاً وروحاً إلى جانب الاقتصاد والمالية والأمن والدفاع والصناعة والتجارة وغيرها من بنيات تحتية تشكل هدف وغاية التنمية الشاملة، وجسر عبور آمن للتقدم والرخاء والأمن والاستقرار والسلم والسلام، لتكون الثقافة والتراث والفنون وما تستدعيه من حضور جوهري في قلب الاستراتيجيات التنموية مظهراً جماعياً لحمل فكرة المواطنة والعيش الجماعي، وهي نظرة وتوجه سياسي بنيوي أدركه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني مبكراً وتبناه في برنامجه تعهداتي الذي انطلق بخطى واثقة جمعت بين البنية التحتية والاستثمار في الإنسان وعياً واستيعاباً لمرتكزات التنمية الشاملة، وهو ما جعل من مهرجان العيون لتنمية الثقافة والتراث في نسخته الثانية يسعى من خلال مخرجاته لبلورة المفهوم التنموي عملياً للمهرجان بوصفه رافعة ستجعل من الثقافة والتراث ظهيراً للهوية والذاكرة الوطنية الملتزمة وسنداً للتنمية ونشر ثقافة قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام والابتعاد عن التشدد والعنف والكراهية، التزاماً بقيمنا الإسلامية وتماهياً مع السياسة المتبصرة والرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، وتحقيقاً لأهداف مهرجان العيون لتنمية الثقافة والتراث في نسخته الثانية الهادفة إلى إشاعة ثقافة الأخوة والتعارف ومد جسور الصداقة والتواصل لنجعل من التنوع قوة وجمالاً. وفي الختام أشكر لكم حضوركم الكريم ومشاطرتنا أفراح مهرجانكم، متمنياً لكم مقاماً هنياً مريحاً وعودة ميمونة إلى دياركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.